السلام عليكم، عاملين ايه؟ احنا النهارده في بيم من المغرب، وحبيت اوريكم بس كده. مش هنقول فرق السعر، هنقول ده بيتباع هنا بكام وبيتباع هناك في مصر مثلا بكام. لافاش كيري اللي بتجي من فرنسا اصلا، مش المغربية يعني، 12 درهم. حاجة زي العصير ده 3 درهم، كأنك بتقول مثلا 3 جنيه. تمام؟ طبعا مفيش عصير ب3 جنيه عندنا يعني. هذا ب20 درهم. 24. ال 24 دول ممكن تلاقيهم مثلا ب 120 جنيه في مصر أو 90 جنيه. الجبنة دي 60 قطعة، 64 قطعة، دي بتبقى هنا ب 60 درهم. يعني كأنك بتقول 60 جنيه عشان نعرف بس فرق الطبقية. لو حد بياخد مثلا 8000 في مصر وبياخد 8000 درهم في المغرب، ده يقدر يعيش ازاي وده يقدر يعيش ازاي؟ الفرق الاقتصادي يا جماعة عامل مشكلة جامدة جدا. دي نقانق بالحار ب5 دراهم، كأنك اشتريتها ب5 جنيه كده بالمصري، مع فرق اختلاف العملة. دي هتبقى مثلا درهم في 3، يعني دي ب5، 3 في 5 ب15، 15 جنيه. دي عمرها ما تبقى ب15 جنيه، دي بتبقى تقريبا مثلا تبقى 40 و45 جنيه. مع اختلاف بقى طبعا ان في هنا حاجة مشهورة جدا 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 في المغرب، سميتها الرايبي، حاجة زي دي اسمها جميلة. ده بيبقى زبادي بالفواكه. مش عارف دانت بكام؟ يعني جوج دراهم 50، يعني 2.5 درهم، كأنك بتشتريها مثلا ب2 جنيه ونص، بس هي بما يقابل المصري 7 جنيه ونص. دي 12 جنيه عندنا. انا ما اشتريتش الدانت من ايام ما كانت ب5 جنيه. البيضة يا جماعة ال15 واحدة ب22 درهم، والطبق الكبير ال30 ب40 جنيه. يعني البيضة واقفة تقريبا، احنا هنا في بيم يعني غالي عن السوق اللي برضه، فالبيضة واقفة تقريبا بحوالي جنيه أو درهم وحاجة بسيطة. فلكوا أن تتخيلوا بقى يعني هوز ده ب2 درهم، كأنك اشتريته ب2 جنيه يعني. دي زبدة الفول، يعني اللي هي زبدة الفول السوداني، دي ب6 درهم. دي ب20. النوتيلا دي اللي هي 450 جرام، عاملة 44 درهم، يعني كأنك اشتريتها ب44 جنيه كده. دي عندنا تقريبا في مصر عاملة 100 وشوية. قهوة بولد، تقدر تعمل بيها 50 كاس و100 جرام، وهي 100 جرام أصلا. بكام بقى؟ 27 درهم. فاحنا مش بنتكلم على فرق العملة، احنا بنتكلم على التمن بتاعهم قصاد التمن بتاعنا. انا بدفع مثلا في الازازة دي هنا 2 درهم، او زي ما كأني مثلا بدفع 2 جنيه. 8 درهم، ده ب8 درهم. دي 26، 27 درهم، يعني كأنك مثلا بتشتريها ب27 جنيه. دي تونة بصلصة الطماطم، بيديروها ساندوتش بحالها كده، اسمها جولي. دي 23 درهم، التلاتة ب23 درهم. إيزابيل ب27 درهم. شوف الفراخ، ادي كيلو و250 جرام، لكن مش كاتبين بشحال الكيلو، بكام الكيلو. بس الفرخة حلوة، متحسش ان هي منفوخة. هذا الايس، هذه الفانتا، سبرايت، الايس بالتفاح، تفاح ابيض احمر والماس. انا اوريكم حاجة جميلة جدا. هذا ماء، ده مية، سميتها والماس. هي مية بالصودا، هي طبيعية كده، حتى الينبوع بتاعها طبيعي كده، بتشربوا مية بالغازات يعني. 5 لتر عباد شمس، 5 لتر دي بتبقى 5 لتر، مش 5 لتر ويحسبها لك 4700 زي ما بيحصل عندنا. السكر اللي عندنا فيه أزمة، اللي وصل الكيس عندنا فيه ب30 جنيه. اهو السكر، السكر ده بيتاخد في مناسبات، اسمته قالب السكر. ودي سكر قوالب، كيلو. ده السكر السايب برضه ماركة النمر، وصود الأطلسي. هذا 2 كيلو، مش كيلو، 2 كيلو. مش حلو. كام؟ 79، ب9 جنيه و70 قرش، يعني الكيلو واقف 4
ونص تقريبا. مش ب30، ها مش ب30، بس 4.5 اضربها في 3 يعمل حوالي 12 جنيه أو 13 جنيه، قول 15 جنيه، برضه مش ب30. صناعة مغربية. يعني لو حد مثلا بياخد له 10,000 درهم هنا ممكن يقدر يعيش مرتاح بدل الدقيق الأسود اللي كديروا بيه الخبز والحاجات اللي هي في البيت، الخبيز والبريزيان. هذا الشيء ده الدقيق الأبيض كيديروا بيه الحلويات. ده دقيق كامل أهو. هذا هو الدقيق الكامل اللي احنا بندور عليه في مصر ما بنلاقيهوش، ولو ما كانش منه في مصر، ما اصلا ما فيش منه في مصر. الكلور، منظفات البامبرز. هذا العصير ده 9 درهم. ده فرنسي، ده عصير فرنسي، جاي من فرنسا، مش صناعة مغربية. يعني دي ب60 اهي، 50 قطعة ب60، مش ب120 وب240 يا جماعة. مش الأرقام اللي احنا بنسمعها عندنا، عشان نعرف بس إن الشركات ساعات بتستغل. في حاجة بس كنت عايز أوريها لكم. عندهم يا جماعة، عندهم اللي بتبقى عندنا ب7 جنيه مش ب7 درهم هنا ونص، هنا ب3 إلا باريس. يعني هي في بن، مش السوق اللي هو العادي. ده الحليب المركز. سمعتوا؟ طبعا هو كده عشان كله فرنساوي، فاحنا في الاخر يعني احنا ما لا نفقه شيء في الفرنساوي. ما اعرفش ده بكام بصراحه، ممكن ابقى اسال عليه يعني عادي، مش مهم. يلا نلقاكم عند الكاشير. انا كده اوقف ونستنى بقى عند الكاشير. شحال الساعة؟